ممثل وشه جديد علينا، ممكن شفته في عمل ولا اتنين بس، لكنه قدر انه يقلب الدنيا في مسلسل موضوع عائلي. رمضان حريقة. مين فينا بعد ما شاف مشاهد رمضان حريقة مع ماجد الكدواني ما تمناش انه يبقى له صاحب زيه، صاحب بجد مش صاحب مصلحة. رمضان حريقة قدر انه يثبت نفسه وسط مسلسل مليان نجوم. مسلسل موضوع عائلي، مسلسل تقدر تتفرج عليه وسط أهلك وولادك من غير أي إحراج إنه يكون فيه إفيه أو مشهد كده أو كده. باختصار كده إحنا قادرين نعمل شيء مميز ونضيف وراقي في كل مجالات الحياة ومنها الفن. وحقيقي نجوم كتير تقال زي رمضان حريقة قدروا يضحكوا الجمهور ضحك طبيعي، وهي دي الكوميديا اللي على حق، اللي من غير أي تكليف أو استهزاء بينا. رمضان حريقة أو الممثل محمد رضوان عامل ملحمة كوميدية مفتقدينها من زمن. عبقرية محمد رضوان جاية من عبقرية المخرج أحمد الجندي الشواف، اللي له عيون جبارة وفراسة في توظيف الفنانين. أحمد الجندي هو مخرج كبير قوي، وإتش دبور وطير انت ونيلي وشريهان ولا لا لاند وغيرها كتير من الأعمال اللي حبيناها وفكرتها مش كوبي بيست. ولما يكون في ممثل كبير هو البطل لكنه بيخدم على رمضان حريقة وعلى كل أبطال المسلسل، يبقى فعلا يستاهل لقب فنان قدير، وهو ماجد الكدواني. أما بقى زينب أو سما إبراهيم دي حكاية كمان لوحدها، فنانة عبقرية في التقمص. إنك تشوفها في دور الصعيدية الشديدة في مسلسل طايع مستحيل تصدق إنها بالظرف والجمال ده في موضوع عائلي. ده غير لما تشوف مسلسل الكبير قوي في دور الكبيرة فحت، رنا رئيس اللي عملت دور من أحسن أدوارها، وده على كلام أسماء كبيرة في عالم النقد والسينما. حتى محمد سلام اللي طلع في مشهد واحد في الجزء الأول بس مشهد كان قمة الكوميديا. وكل الكاست بصراحة مبهرين جدا زي غازي وحسن، وممكن يكون بسبب كل ده كانت تعليقات الجمهور إن مش ماجد الكدواني لوحده هو اللي نجح المسلسل، وإن الفريق اللي معاه هو اللي ساعده على النجاح ده. شكرا مسلسل موضوع عائلي، قدرتوا تضحكوا الجمهور من القلب.